السلام عليكم. بصراحة من اعلان نينجاجو ما حسيتش ان نينجاجو الجديد هيجيب نص مستوى المواسم السابقة. صحيح اني كنت معجب جدا بالرسم، لكن ما كانش الاعلان جميل بس كان حلو. نرجع لنقطة الرسم، فهو فعلا ممتاز جدا. تطور في الجودة والنقاء في الشكل رهيب. حتة عودة نيا شيء قوي، لكن اضطر نينجاجو بتهريب أسفيرة. بس استنوا، يعني هو ممكن ده يكون في مصلحة البرنامج عامة. يعني تحصل قصص مع أسفيرة، مغامرات، حاجات زي من دي يعني. ده غير ان الاشرار اتحدوا مع بعض ضد النينجا. يعني في ايام ومغامرات، يعني للنينجا يعني جاي لهم ايام صعبة الصراحة، غير الايام الصعبة اللي هم فيها. نرجع لتهريب اسفيرة. المشكلة انهم اتكشفوا واتقبض عليهم، وهم وافقوا انهم ما يستخدموش قوتهم ويمشوا قانوني. بس نرجع بس سنة، اللي هو قبل ما يتقبض عليهم. اسفيرة المفروض كانوا هيهربوها من باب سري، ولكن بشرط. ده بعد ما غدرت بيهم. يعني ايه غدرت بيهم؟ بعد كده اما عرفت ان البوليس جاي وراهم، او النينجا الجديدة، فهي ايه، قال لها بقى النينجا منهم اللي هو ايه، احنا هنهربك من باب سري، ولكن انك ترجعي نية تاني، ولكن مش هترجع بقوتها. فهي بترجع نية مقابل انها تهرب. فهم وقفوا ببعضهم وهربوها. نرجع تاني لحتة القبض عليهم. اتقبض عليهم وهم وافقوا انهم يمشوا قانوني وما يستخدموش قوتهم، ويفضلوا ماشيين قانوني. بس المشكلة مش هنا، لا، الحقيقة ان نيا قربتهم وهربوا عادي. طب ما كمل اول، ما انتوا كده كده هربانين. يعني لو انت حتى يعني متمسك بالقانوني، انت وافقت انك تهرب ليه؟ يعني هم هربوا عادي معاه، نكمل اول. وحتى لو كانوا استخدموا قوتهم، ما كده كده مش قانوني في الاخر. عجبني قتال النينجا القديم والنينجا الجديد، لكن الدين في العتاقي والنينجا القديم كان كويس، او افضل في شوية، يعني بساط كده في القتال. نيجي لحتة اللحظات الدرامية. برنامج ليجو يكون عنده القدرة ان هو يأثر فينا بالشكل ده افضل لكرتون ليجو على الاطلاق. بيقدروا ان هم يوفقوا بين الاكشن وبعض نكت الكوميديا والدراما. تقييمي على حسب ما شاهدت لحد الان، احنا دلوقتي في كارتون نتورك عدى كام حلقة جديدة، الله اعلم باللي جاي. ولكن ده حتى الان، ركزوا معايا، حتى الان العودة دي 9.5/10. برنامج حتى الان 9.5/10. ممكن النسبة دي تتغير في المستقبل، يا اما تقل يا اما تزيد. فدي مش نسبة ثابتة للبرنامج. المهم، ان شاء الله نينجاجو البرنامج يكون احسن والتقييم بتاعنا يزيد. واحاول بقى اما الحلقات الجديدة تخلص، هبقى احاول ان شاء الله ان انا اطلع اتكلم واقول هل في المجمل برنامج نيو نينجاجو كويس، وموسم بتاع نيو نينجاجو كويس ولا لا. واكتبوا رأيكم في التعليقات، هل عجبكم نيو نينجاجو؟ انا الصراحة من اكتر الحاجات المميزة في البرنامج في الموسم ده هو الرسم. هقول لكم، لان اصلا نينجاجو من زمان متميزة بالدراما والاكشن والميكس ده كله، انما حاليا اللي بيميز الموسم ده هو الرسم. اوكي، حاسة شباب كده عايزكم شيء، لا تنسوا لايك الشير السبسكرايب وتفعيل الاشعارات. بيس ورحمة الله وبركاته. في فيديو قادم، مع السلامة.